المتزوجة بعد موت زوجها من يكون زوجها في الجنة؟ هي خلي تدش الجنة الحين. أما حكم المسألة وهي المرأة مع من تكون، هذه مسألة خلافية بينها، هل مع آخر أزواجها أو تنتقي من أزواجها؟ خلاف في بعض الروايات، وحديثان وردا ضعيفان في هذه المسألة، وهو أن المرأة تكون مع آخر أزواجها أو أن المرأة تخير بين أزواجها. وكل سبحان الله، والحديثان عن أسماء بنت عميس، لأن أسماء بنت عميس هي اللي صارت لها القضية هذه. أسماء بنت عميس الخثعمية تزوجها جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، فلما استشهد جعفر في معركة مؤتة وقضت عدتها تزوجها أبو بكر الصديق، وهي أنجبت لجعفر، ثم تزوجها أبو بكر الصديق وأنجبت له اللي هو محمد بن أبي بكر الصديق، ثم لما توفي أبو بكر وانتهت عدتها تزوجها علي بن أبي طالب وأنجبت له أيضا، ثم مات علي بن أبي طالب فخطبها معاوية رضي الله عنهم أجمعين فامتنعت. فهنا ذكروا روايتين عن أسماء. الرواية الأولى تقول أنه لما خطبها معاوية قالت لا أريد، لأني أحب أن أكون مع علي، لأن المرأة تكون مع آخر أزواجها في الدنيا. سمعت النبي يقول تكون مع آخر أزواجها وأنا أكون أبي مع علي، ما أبي معك في الجنة. طيب أريد أن أكون مع علي. هذه الرواية وضعيفة. الرواية الثانية أيضا عن أسماء أن عليا رضي الله عنه لما تزوجها سألها قال في الجنة من تبين، أنا ولا جعفر أخوي ولا أبا بكر، من ستأخذين منا؟ قالت لثلاثة أنت أقلهم خير عظيم، يعني مو مشكلة أي واحد منكم، يعني تقول له ما في مشكلة فلم تجي. فدل هذا الحديث على أنها تخير، وحديثها مع معاوية دل على أنها مع آخر أزواج، ولا هذا يصح ولا هذا يصح. فالعلم عند الله تبارك وتعالى، هل تخير أو تكون مع آخر أزواجها؟ وليست هذه دعوة أن واحدة إذا زوجها طيب وحبيب وكذا وصالح ومات أن ما تتزوج تقول ما بياخذ واحد ثاني حتى أكون مع زوجي الأول، ليس هكذا، لأنه لم يثبت كما قلنا أنها تكون مع آخر أزواجها، والعلم عند الله تبارك وتعالى.